المصريين اول ما سمعوا ان في كلام عن فيلم مسيء لجيشهم، كل المصريين خرجوا على الفيسبوك وخد عندك بقى روقوهم، روقوا النظام القطري، دلعوهم، دلعوهم زي ما كان افخاي اضرعي كده بيدلع الحرمه اللي معاه. انا طبعا هعرض عليكم اغنيه بتتداول بشكل يعني مكتسحه الفيسبوك، اغنيه تحت عنوان قطر بنت، ومش هقول بقى، يعني انا ما اقدرش اقول الكلام ده على الهوا، الحقيقه ما قدرناش ناخدها كلها لانها من اولها لاخرها يعني بنت كذا ايه مش حلوه صدقوا، بنت الديرتي. هنا طبعا احنا ما بنقصدش الشعب القطري، كل الاحترام للشعب القطري، احنا نقصد النظام الصهيوني الحاكم في قطر، المصريين بيقصدوه، احنا نكن كل التقدير لشعب القطر الشقيق، ولكن هناك حكومه لديكم، يعني عارفين في مثل بلد عندنا في البلد يقول ايه؟ الولد مش عارف الايه يجيب لاهله النعيله، فتميم جايب لكم النعيله، والجزيره جزيره الشيطان جايبه لكم النعيله، اتعاملوا بقى شعب قطر، اتعاملوا، انتوا ما بتتعلموش من المصريين ولا ايه؟ هاتوا لنا جزء كده من الاغنيه دي يا جماعه. قطر بنت كل عدد ناسها ما يكملش مليون، جايه تتحكم في مصر الكون، رغم صغار مساحتها وحدودها، جايه تتعالى على مصر اسيادها، نسيت تاريخنا اللي من جدود الجدود، نسيت وصولنا اللي واقفه على الحدود، نسيت قوة شعبنا وإرادته، ده احنا بثورتين غيرنا العالم وسياسته، الشعب المصري ربنا دايما حميه، محدش يقدر في الدنيا يجي عليه، اسأل الهكسوس وانتقلوا الصليبيين، شعبنا منصور رايته ليوم الدين، كلنا أمة واحدة شيوخ وأساوسة، محدش هيفرقنا من بلاد الأملسة، هيفضل القرآن حاضن الصليب، شمسنا هتفضل عالية ومش هتغيب،